السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز انك تحقق عدد معين من المبيعات او العقود، لازم تعرف ان في حاجة اسمها الكونفرجن ريت، والارقام لا تكذب. بمعنى ايه ان الارقام لا تكذب؟ وايه هو الكونفرجن ريت؟ الكونفرجن ريت او نسبة التحويل هو معناها انا بحتاج كام اتصال علشان اوصل لعدد كام معينة، وبحتاج كام معينة عشان اوصل لعدد كام مرات تفاوض، وهكذا. يعني انت دلوقتي عايز تعمل عقد، العقد ده خلينا نسميه مبيعة، سواء بقى بيع او ايجار ايا كان مش مهم. المهم ان انت عايز تسوق عقار. طيب انت تسويق العقار ده اخر مرحلة خالص، انت لازم تركز على ايه المرحلة اللي قبله. ايه هي المرحلة اللي قبل عملية بيع العقار او كتابة العقد؟ المرحلة اللي قبله على طول، وهي عدد مرات التفاوض. يعني كم عميل بيقول لك طب انا عايز اخد العقار ده، عاجبني بس عايز اوصل للسعر الفلاني اللي هو كايجار او بيع بقى ايا كان. دي اسمها التفاوض. يبقى انت دلوقتي العقد محتاج له عدد معين قبليه من ايه؟ من مرات التفاوض. قبليها انت محتاج عدد معين من معاينات المناسبة. طيب قبل المعاينات المناسبة اللي هو هتحتاج رقم اكبر منه يكون في ايه؟ في الاتصالات لتحديد المعاينات، او تحديد المعاينات في الاتصالات. يبقى انت تحديد المعاينات رقم غير المعاينات، لان انت ممكن بتحدد 15 معاينة في الاخر بيجي منهم 10 بس. ده طبعا على مدار مدة معينة، يعني انت ممكن 3 يكلموك على معاينة، في 2 بس اللي هيجوا، او يمكن 1، ويمكن ال3 كلهم ما يجوش. احنا في طبعا حاجات بنعملها علشان نقلل الهالك ده، بس دي نسبة. لازم ان انت تحقق رقم معين من الاتفاق على المعاينة عشان يجي لك رقم اقل منه في المعاينة الفعلية. طيب قبل الرقم ده لازم ان انت توصل لعدد اتصالات معين. طيب قبل رقم الاتصالات اللي انت لازم توصل له، انت محتاج ايه؟ انت محتاج ان يكون ليك اعلانات بعدد معين، وعقارات بعدد معين منتشر ومسوق جيدا. وفي اللي انت ممكن تنزل له اعلانات، وفي اللي ممكن ما تنزلوش اعلانات لكن انت شغال عليه وبتسوقه، لان طبعا ده ممكن يجبرك ان انت ما تنزلوش اعلانات. طيب قبل بقى الاعلانات اللي انت هتنزلها والعقارات، لازم ان انت يبقى في عدد معين ليك من العقارات اللي متفق على تسويقها، علشان توصل في الاخر لعدد اعلانات في السوق، عشان في الاخر عدد اتصالات، عشان اتفاق على معاينات، عشان معاينات فعليه، عشان بعد كده توصل لتفاوض، واخر مرحله خالص هي كتابه العقد. المشكله اللي بتحصل هو ان معظم الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين اللي شغالين في السوق بيركزوا بس على اخر رقم. ما ينفعش، انت هتركز على اخر رقم اللي هو كتابه العقود. انا ما كتبتش عقد، انا ما بقتش حاجه. طب انت كم حد ماشي معاك في مرات تفاوض؟ مفيش. طب ما هو انت مش هتوصل للمرحله دي. يعني طبيعي انت دلوقتي طالع درجه، تمام؟ انت طالع عماره 10 ادوار، اذا انت ما وصلتش للدور التاسع فاكيد مش هتبقى انت قريب ولا جنب الدور العاشر. مش هتوصل للدور العاشر لانك لسه ما عدتش على الدور التاسع. فكل مرحله بتؤدي للمرحله اللي بعد كده. يعني مش هينفع ان انت تتفق على تسويق عقار تلاقي هوب ان انت كتبت عقد، مش هتحصل. لازم حد هيجي يتفرج عليه. اصل العقار مش منتج ملموس ممكن انت بسهوله تطلبه ديليفري وتقول لهم ابعتهولي. لا، العقار ده لازم العميل بيبص عليه ويروح ويجي ويبص ويتشاور ويقول لك اشوف راي مراتي واشوف راي اختي وهجيب واحد صاحبي وهكذا. القرار بتاعه مش سهل، فانت لازم تركز على تدرج المراحل دي اللي احنا بنقول عليها سيلز فانل او ايا كان احنا بيتم تسميتها ايه. هي عموما قمع البيع هو مراحل عامله زي كده. اخر حاجه خالص اللي هي كتابه العقد. فوق اول حاجه خالص ايه؟ عدد العقارات اللي انت متفق على تسويقها وشغال عليها. بس لو انت مهتم انك تعرف ايه الكونفرجن ريت، وازاي ان انا احسب الارقام ديت، وازاي ان انا اوصل في الاخر لنتيجه ان الارقام لا تكذب، كل ده احنا بنوضحه في دبلومه انا وسيط. وزائد المتابعه كمان بتاعتي الشخصيه اللي هي بتكون موجوده في الجروب بعد الاشتراك في الدبلومه، بوضح لكم لو في اي حاجه
في خلال مده بتكون بعد الاشتراك في الدبلومه، مده 3 شهور. لو انت مهتم تتعلم التسويق العقاري او مهتم تعرف التفاصيل ديت ومهتم تعرف ارقامك او تعرف ارقام الجزء اللي انت شغال فيه في السوق العقاري، تواصل معانا وعايزينك تشترك في القناه. وكان معكم احمد ابراهيم، قناه انا وسيط لتعليم التسويق العقاري وتسويق دبلومه انا وسيط لتعليم التسويق العقاري. شكرا وفي انتظار تعليقاتكم الجميله.